تكون البطنة بالصدفة، وسوف تكون المسابقة بين جميع تلاميذ الفصلين لنبين مدى قدرة هؤلاء التلاميذ على تربية وسماع وفهم ما شرح لهم وما قيل لهم، وسوف تكون النتيجة بإعلانها تكون الأستاذ محمد سعد الله بإعلانه على أن تحسب النتيجة بالنقاط، وتحسب النقاط على كل تلميذ نرجو من الجميع الهدوء، وإلا سنلغي هذا التصارف. ولاد المدرسين عليهم تتكلم ليه يا جذبة طويل؟ لا وسوف نصفر كل طريق على حسب إجابة كل واحد منهم، لأن نكون هناك أوائل الطلبة بل أربع الفصلين جميعهم من الأوائل، وسنبدأ في الفصل الأول للصف ستة ثاني في الفصل الأول في فرنسا. لماذا دافع الله عن المبارك؟ لماذا تم اختيار علي مبارك في تلك الرحلة؟ متى صبر علي مبارك؟ ماذا أراد محمد علي؟ ماذا أراد محمد علي أن يعلم الجاني في أوروبا؟ وماذا فعل محمد علي؟ أن يرافقهم في سفرهم بعد مدرسة المعرفة. بعض التلاميذ في زمن النور نستطيع فصل النقاط أو عداء. أراد محمد علي أن يرسل الجاني في أوروبا وضع يرافقهم في سفرهم، هذا بعض من نجباء مدرسة المهندس بعد. ماذا صبر على المبارك في 1965؟ ماذا أراد ناظر المدرسة؟ ماذا أراد ناظر المدرسة أن يمر عليه معه في تلك المدرسة؟ كيف حسب الناظر عن المبارك فكرة الصلاح؟ وتحصل على نفس راتبه بالحال. ما موقف معلمي المدرسة من سفر عليه؟ ماذا عندك عن المبارك على أن يصوره؟ إلا أن علي مبارك رفض فكرة البقاء وقرر السفر. لماذا قرر علي مبارك السفر؟ صبر علي مبارك هو أعضاء البعثة وكان عددهم. فتح له محمد علي مدرسة خاصة به في فرنسا. ما المشكلة التي قابلت علي مبارك عند وجوده في فرنسا؟ ماذا فعل المشركون لحل هذه المشكلة؟ ماذا فعل هؤلاء الزملاء؟ لماذا فعل هؤلاء الزملاء بعلمهم؟ ماذا فعل هؤلاء الزملاء عندما استمر الحال كما هو عليه؟ تحصل نقطة من الصف الثاني. ماذا فعل هؤلاء الزملاء عندما استمر الحال كما هو عليه؟ ماذا فعل المشركون عندما امتنع علي مبارك وزملائه عن الدرس؟ أبدوه وأرسلوا الأمريكي إلى محمد علي، ولنعرف على ما كان عليه التعليم كيف كان الطلاب يعاملون في ذلك الوقت. ماذا فعل أو ماذا أمر محمد علي عندما علم بأن هؤلاء التلاميذ امتنعوا عن الدرس؟ أمر محمد علي بأن من لا يظهر منه الإطلاع يقيد بقيد في الحديد ويعود سريعا إلى مصر. ماذا فعل علي مبارك أمام هذه المشكلة والتي كانت أن تقضي على كل ما خطط له عليه؟ وبالفعل دخل الامتحان. ماذا في ذلك؟ واختير واحدين من زملائه لدراسة المدفعية والهندسة الحربية، هي
العسكرية في فرنسا، وفي عامين اثنين تركيز وقتيل من أجله ومنح رتبة الملاذ الثاني. ثم توفى محمد علي وأربع بالحكم ابنه إبراهيم. ماذا أراد إبراهيم بن محمد علي؟ أراد أن يرسل جميعا إلى هذه لتطيع الله الأكبر لشهادة الحضارة الأوروبية. الإجابة ليست صحيحة. أمر ليتيقن من الإجابة قبل أن تقول. أمر إبراهيم بأن يظل هؤلاء في فرنسا وليس في مصر حتى تتيح لهم فرصة أفضل لمشاهدة الحضارة الأوروبية. إلا أن إبراهيم توفى فحزن علي مبارك. لماذا حزن علي مبارك؟ لضياع الفرصة عليه لموت صاحبه. تولى بعد إبراهيم علي عباس. ماذا أمر عباس عندما تولى حكم مصر؟ لأن يعود الموالدين جماعة إلى مرتبة وتبقى العمل عليه برتبة اليوم باشا وعينه منظورة إلى مدرسة وعينه معلما في مدرسة صور. ما هو أول أمر فعله عليه بعد عودته معلما إلى مدرسة صور؟ هو كلمة معلم. لماذا تزوج علي مبارك كلمة معلم؟ لأن أباه فقيرا وفضل عليه بالتربية والعطاء. ثم رأى علي أن يذهب إلى زيارة أهله. ماذا فعل؟ لينظر جميع المدرسين. ماذا كان عقاب؟ من منهم من يستطيع أن يزور أهله، فقد كان منهم من يريد أن يترك المدرسة فعليه أن يخصم منه نصف ماليته. وهذا كان حال المعلمون في عهد محمد علي. كان الناصر ماذا قال له الناصر؟ إن من يقطع عنه نصف ماليته وأنت في حاجة لا يتعلمه حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات الفرنسا. يأخذك مع رجل عمرك استكشاف البحر والسواحل. وبالفعل أتم له ما أراد. انفصل علي مبارك عن المأمورية وهو فيه وذهبوا إلى بلدته وكان المكلف غضى عليه عن أهله. المكلف غضى عليه عن أهله 14 عام. نزل الرب عندما وجدت ولدها بعد فراق دم 14 عام. فالصحة نقطة فيكون الإجمال للصفات من فصل شتى. لماذا كانت الحكم الحيلة من أمرها؟ وما الذي يمنعها؟ نقطة ذلك نظرت لأنهم يحاولون أن يقوموا بالإجابة مكان زميلين. المجموع 3 نقاط في الفصل الأول. يأتي إلى الفصل الثاني وفيه التربية والتعليم، وسيكون معه الفصل الثالث تعامل العقبات. ماذا أسند إسماعيل إلى علي مبارك؟ وضع قانون المدارس المصرية وقانون للتعليم في ذلك الوقت. في الفصل الثالث كيف كان حال التعليم في المدارس المصرية في ذلك الوقت؟ لم يكن له قانون رفض الدين عمل في المدارس المصرية. ماذا فعل المختصون في مجال التعليم عندما أسند إليهم عباس بوضع هذا القانون؟ لم يحققوا ما أراده عباس. ماذا فعل علي مبارك عندما أسند إليه عباس بوضع هذا القانون؟ ما نتيجة وضع علي مبارك لقانون التعليم المصري؟ تفوق النقطة إذا قام أحدهم بالإجابة مكان الآخر. فليأتي الفصلان أن الفصل الثاني فقد نقطة نتيجة أنه قام بإلقاء الإجابة. لا هي والله الاتفاق على مبارك في التعليم المصري. نقطة بالنسبة
المعلمين في تأليف الدروس. 2 كان يشرف على مكتب ومدرسة التلاميذ. 3 كان يعلم التلاميذ كيف يلبسون ويأكلون ويشربون. 4 كان لا يمضي يوما إلا وهو مفطر. الفصل الثالث صعاب وعقبات. معنى الحياة. الحياة دائما فلتحصل نقطة ثانية وليكن الماء نقطتان. معنى الحياة. العالم دائما ولا يتفاعل من أجل فإنها هي مجال من الإسلام. كيف كانت حياة علي المبارك في لقب عباس؟ لما جاء تعيين ماذا وجد حساد علي المبارك وجاهدون من أذني هذا الوالي الجديد؟ وجدوا وعاء صب فيه أكاديميان محبوب. ما نتيجة صب هذه الأكاذيب في أذن هذا الوالي الجديد؟ ماذا فعل؟ طفل ولا يرجع ورا. عندما أراد أن يبعد عن المبارك ولا يرجع ورا. ارجع ورا. ارجع ورا. ذهب فرصة خروج فرقة من المهندسين في جيش لمعاندة الدولة العثمانية في حروبها مع روسيا وأرسل عليه معها ليذهب ولا يذهب. كيف وزع تلاميذ المدارس على المبارك؟ والذي ينكرها عليه العزاب والوسائلون. كيف كان هذا الابعاد على علي المبارك؟ نقطة ثالثة. كيف كان الابعاد على علي المبارك؟ غير المبارك. طيب بعد لا مبارك كيف كان الابعاد غير المبارك؟ كيف كان هذا الابعاد غير المبارك؟ نقطة رابعة. لابد تعلم اللغة التركية كما تتوقع رجال عرب كون طبقات مع رجال عرفوا قدره وكان تعلم اللغة التركية كون عرف أشياء لم يكن قد تعلمها. ما الجزاء الذي ناله عليه من التكريم بعد عودته مع الجيش؟ هو أنه لم يجد عليه من التكريم توقف منها ثم في الجيش والحكومة. وضاعت كل ما له من الأموال والمظاهر بعدما كان وزيرا للتربية والتعليم. ما الذي عزم عليه علي مبارك؟ عزم علي مبارك أن يذهب إلى بلدته بإمكان ليعمل فيها الزراعة. وعندما هم واستعد للرحيل ما الذي جاءه؟ جاءه أمر بالذهاب إلى القلعة. ماذا عرضوا عليه بالقلعة؟ وظيفة لا تناسب مقام. لماذا كانت هذه الوظيفة هي وظيفة معلم كبار لم ترد في الكتاب المدرسي؟ كانت هذه الوظيفة التي تم عرضها على علي المبارك هي أنه بدل من كان وزيرا للتربية والتعليم أصبح معلما للكبار. لماذا قبل عليه هذه الوظيفة؟ لم يمت عليه مدة من قبول هذه الوظيفة أمام الفقر والحاجة الشديد، إلا أن علي لم يترك وقته ويطيع الهدى. كيف شغل علي نفسه؟ نقطة خامسة. كيف شغل علي نفسه؟ تعريف اللجنة الهواء ما هي الكتب التي ألفها علي مبارك؟ الاستخدامات العسكرية. يلا. كتاب العسكرية. جنب الهندسة وسوق البيوت والاستخدامات العسكرية ودفترة المهندسين. حتى هذه الوظائف الصغيرة لم تجب لعلي عندما أمر بفصل كثير من موظفي الدولة بما فيهم علي مبارك، فعاد إلى الفقر والحاجة الشديد وتراكمت عليه الديون في بيت كان قد استأجره هو وابنة أخ وأخ له. من الذي كان يجاوره بالسكن؟ نقطة ثانية. من الذي كان يجاوره بالسكن؟ إسماعيل باشا الفريد. ماذا كان يعمل إسماعيل باشا الفريد؟ مكلف من قبل الدولة بجمع أموال وأساس الدولة. كان مكلفا من قبل الدولة وما يوازي في عصرنا الخبير المسمن. يوازي في هذا العصر الخبير المسمن. لماذا ذهب علي مبارك معه؟ لماذا ذهب علي مبارك معه؟ نقطة سابعة. لماذا ذهب علي مبارك معه؟ يسلي نفسه. فتح المزاد. ماذا رأى علي مبارك؟ لا تقال يضعون الأشياء
الأسماء بأشياء لا تسمى. ثالث التجار يقدمون أثمانا ذهيلة لأشياء لا تقدر بالثمن. فقال بنفسه يا الله، هذه الأشياء التي لا تقدر بسبب بعض أرقص الأسماء، وهذه الأدوات من أنواع الألفاظ التي ألفظت بها الليالي والأيام. شكرا لجميع من استمعوا إلينا. كنا عرفنا أن نكون سباقا بين أوائل الطلبة، ولكن الجميع أبوا إلى أن يشارك الجميع، فأردنا أن يعرف كل منهم أننا كنا نريد أن نبعد عنهم هذا الإحراج. يتفضل الأستاذ محمد سعد بالإعلان عن النتيجة، وأعتقد هي واضحة للجميع فنثبت فصل ثاني، مع أن نسبة المتفوقين في سبت أول تكون هي الغالبة، إلا أن النسبة العامة في سبت ثاني، وهي نسبة عدد التلاميذ الذين يشاركون في الفصل، هي نسبة أعلى من سبت أول. أما من سبت أول فنسبة المتفوقين أعلى، إنما المشاركين والمتوسطين في سبت ثاني بتكون أعلى. ولنخرج للأستاذ محمد سعد التعليق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. اليوم بإذن الله يوم دراسي، وبإذن الله يوم الأحد هنيجي الصبح نحضر فترة ونجهز اللجان للامتحانات، وعلى الجميع الاستعداد للامتحانات يوم الاثنين 28. وكل عام وأنتم بخير. حضور التلاميذ في آخر يوم في المدرسة ده وسام على صدر المدرسة وصدر المدرسين اللي موجودين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن رجل جماعة، إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أتاه أتى. في ناس كتير بيقولوا المدارس ما عادش حد بيروح. احنا عاوزين يبقى لنا نظام معين في المدرسة بنحضر كلنا، طلبة ومدرسين، هيئة كاملة متكاملة، بنذكر كل الطلبة اللي ما زالوا موجودين في المدرسة حتى الآن. والنهارده بنشوف آخر يوم الأحد إن شاء الله، وأجي سلم عن طلبة الصف الخامس والصف السادس، ودول اللي بعتبرهم شباب المدرسة إنهم يبقوا موجودين عشان نقدر ننظم اللجان ونعمل اللجان للامتحانات. طلبة الصف السادس بالذات والصف الخامس، عشان طبعا عارفين العمال ما عندناش اللي عامل واحد والعامل الثاني عم صالح عامل عملية بنتمنى له الشفاء. وبنذكر الأستاذ وليد مراد المعلم الأول للغة العربية وللصف الثالث، وبنذكر تلاميذ الصف الثالث. وأنا مش هعمل النتيجة لأن النتيجة معلنة. جميع المدرسة بتحيي طلبة الصفين الفصلين، الصف السادس أول والثالث ثاني، نحييهم جميعا. نتمنى من الجميع الالتزام في الامتحانات اللي هتبدأ إن شاء الله يوم الاثنين. المواعيد بتبدأ الساعة 8، الطلبة يبقوا موجودين في المدرسة الساعة 7، من قبل 7:30 عشان يقعد تلاميذه. والمدرسين اللجنة بتبدأ الساعة 8، يبقى في اللجنة الساعة 8:15. دول 3 أيام جميعا. نتمنى الالتزام الكامل من السادة المدرسين والتلاميذ، وبنتمنى للجميع النجاح. وبنشكر جميع السادة المدرسين على الجهد المبذول طوال العام، وبنشكر الطلبة اللي قدم. وانا بصفة مسؤول عن المدرسة انا فعلا فخور بطلبة المدرسة ومدرسين المدرسة. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.